أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس السادس عشر من دروس الخطابة الحسينية في الصحن الحسيني المبارك. هذا الدرس سوف يكون في آلية الإلقاء وكيفية مواجهة الجمهور. ذكرت لكم قبل دقائق أن الخطيب يجب عليه أن يكون ملما بجميع أنواع الخطابة وتجويد القرآن والعريف، عريف حفل مثلا، أو مثلا يجود قرآن، أو مثلا يقرأ مولد. هذا من متطلبات الخطيب. أو مثلا يقرأ لطمية، يعني لا يكون الخطيب متقوقع في مجال واحد طبعا، وهذا يطور مهاراته. اللي يعرف يقرأ لطمية وعنده وزن وإيقاع مضبوط، خب هذا خطيب جيد. فأنا أخواني وأحبائي أختبر الخطيب بمن في بعض الأحيان، مثل ما كنت في كرة الخطابة، أعطيه لطمية أول ما يجي للكلية، أقول له اقرأ لي لطمية أو اقرأ لي قرآن من ضمن الاختبار. يعني أشوف الخطيب عنده قابلية. إذا أجاد اللطمية فهذا أنا أقبله بالهذا. ليش؟ لأنه بعد اللطمية صعبة، مو كل الخطباء يقرأوا اللطمية. هسه الآن راح نرجع على درسنا آلية الإلقاء. كل واحد من عندكم يحضر له قصة على المنبر. من يبدأ يصعد الجمهور كله وين ينظر؟ للخطيب، ويحطون عيونهم وين؟ بعيون من؟ بعيون الخطيب. الخطيب شو يسوي؟ لازم يكون أشرس من عندهم ويجيب عيون الاثنين وين يخليهن؟ بعيون الجمهور. ما يستحي ولا يخجل أبد نهائيا. وإذا كان الخطيب شخصيته قوية الجمهور يستلم من عنده، لو ما يستلم يستلم الجمهور. بعد إضافة إلى الإشارات، يعني الخطيب مثلا ما يصير قاعد على المنبر ويتكلم هكذا: فجاء رسول الله من الجهة اليسرى وذهب إلى الجهة اليمنى. لا، غلط هيك. أنت لازم شو تسوي؟ أشر مثلا: وإذا بصوت من هذه الجهة، أو وإذا بصاعقة من السماء نزلت على، وهكذا لازم تأشر. إضافة إيه عيني؟ لا، يعني ماكو خطيب ما يأشر. هسه أخوي أخي السيد كمال الحيدري، الرجال خو مو خطيب ولكن هو محاضر، مع ذلك يأشر. ليش أخي سيد علي خامنئي الله يحفظه هسه مو يطلع يسوي كلمة هم يأشر؟ انتبهوا عليهم بشوفوه. فأنت لازم تأشر من تصعد على المنبر. تسمى لغة الجسد. يعني ما يصير أنت قاعد وتتكلم زين. شايفين في بعض الأحيان بعض الخطباء حتى عمامته توقع لقدام تروح مدري لوين، شوفه يضرب الميكروفون. ليش؟ من شدة التفاعل مع هذا. هسه سمعت الشيخ راح يتفضل يسولف لنا كلمة. سمعت الشيخ شوية كلمة. نستقبل الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. لا بأس بالثاني على حب محمد وآل محمد. شنو السبب؟ لا سادة، شنو السبب؟ لأن الخطيب بعيد عن الميكروفون. قرب يمك. صل على محمد وآل محمد. فرع الصوت. لا بأس بالثاني على حب محمد وآل محمد. على محبة الزهراء سلام الله عليها ثالثا. جيد. في أحد الأيام ما تنقل الروايات دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فرأى رجل يصلي لكن صلاته شو نقول مستعجل بها. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة نقر القراء. يعني لا تصد ركوع ماله صحيح ولا القراءة ولا السجود. فصلاة رجل كمعني ركوعها سجودها قراءتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت. الله يوفقك. هذا كل سوي لله. هسه راح اصعد انا بالله. خليني اشوف هماتك بصوت. يا الله. حبيب الأمعر. ما تخاف لك شيخ.
يا الله ما قصت ليش ما توصل؟ لا شيخنا من تبعدها راح يصير فيها الوصل فانت قربها واشتغل. جيد يلا يلا سمعت الشيخ تفضل. يلا شيخ تفضل شوي. شو تسوي؟ يلا خوش يلا شيخ تفضل شوي تفضل. اي يلا شيخ تفضل. تفضل شيخ تفضل. استقبل الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. هسه احنا نعقب على سماحة الشيخ اللي قام قبل سماحة الشيخ. عرفتوا اكو اخطاء لو ماكو اخطاء؟ طبعا اكو اخطاء. اولا الشيخ الادرينالين صعد عنده كلش هواي وكان خايف، وثانيا يعني سريع جدا، ويعني المفروض كان يتأنى على كيفه ويسولف براحته، يسولف براحته على كيفه حتى الناس تفتهم من عنده. يعني انا اضرب لك مثال، الان اذا شيخ العشيره وقاعد بالمضيف، شيخ العشيره من قاعد بالمضيف ويسولف مثل ما يسولف الفرد العادي من العشيره، يا عنده شخصيه اقوى. انا اريد من عندكم كلكم تصيرون شيوخ مع العشائر على المنبر، يعني في قوه الشخصيه، في قوه الشخصيه. يعني انت شيخ حوزوي وشيخ عشيره على المنبر، تصير شخصيته قويه، والقاعدين ذول اللي جواك تعتبرهم ابنائك وتسولف لهم. اكو واحد، اكو شيخ عشيره اخواني واحبائي، هل يوجد شيخ عشيره يخاف من اولاد وابناء عشيرته؟ طبعا. شلون يصير شيخ العشيره ما ينطلب فلوس ابد؟ نعم. هسه خلينا نشوف سماحه الشيخ. يلا استقبل الشيخ بالصلاه على محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية. الشيخ قال لي حضر وحوار. في كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر التستري يقول في خصوصية نور الحسين عليه السلام في برزخه، يقول إن الحسين في يمين العرش ينظر إلى معسكره وإلى ما حال بينه وبين عياله. جيد. ويقول ويعرف خدامه بأسمائه وأسماء آبائهم، ويقول لهم أيها الباكي لو تعلم ما أعد الله لك لما بكيت أبدا. هاي اللاقطة كم مرة لزمن؟ شفت اللاقطة كم مرة لزمن؟ 6 مرات ما أدري 7. ايش بيها اللاقطة؟ وين نازل؟ وين نازل؟ وين نازل؟ اللاقطة ايش بيها كسر لزمتها؟ كل شيء ما بيها، بعد لا تلزمها أبد، ما لك شغل بيها، اشتغل يلا صدق. كملت؟ أحسنت أحسنت. لا أنا شخص. يلا سمعت الشيخ تفضل تفضل. استقبل الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل. شفت سماحة الشيخ شلون كان مرتبك؟ اصعد شيخ اصعد. في بعض الأحيان سريع فوق. الخطيب يصعد على المنبر، انتبهوا عليه. في بعض الأحيان الخطيب يصعد على المنبر، شو يسوي؟ يظل حاير بين يديه وين يوديهن؟ اسمع. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سلمان عرف لي الغيب، ويظل حاير بيهن، يجيبهن منا يوديهن منا. يعني لو اكو فد كيس ويخليهن بيه، لو يقطعهن يخلص معدن احسن. مو اكو موجود هيك لا ما موجود. فهذا خطأ يا اخواني. انت قاعد على المنبر يا اخي، وين ما يصير خلي يصير، اقعد هيك اخليهن هيك، اخليهن هيك واسولف. فهاي من علامات الاضطراب ومن علامات الخوف على المنبر. الخطيب يظل حاير بايديه وين يوديهن؟ او شو يسوي؟ الشيخ يقول يضمهن، او يلعب بالمايكروفون. هسه المايكروفون هو عدله وكمله. فلذلك اخواني واحبائي، ليش انا اكد على قوه الشخصيه؟ لازم الخطيب يكون شخصيته قويه حتى ما يرتبك على المنبر مثل الشيخ. يلا شيخنا تفضل. نور قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الآن راح أذكر لكم سؤال، وهذا السؤال مهم جدا، ونرجو من عندكم كل واحد يكون إذا عنده الإجابة موجودة أو يبحث في الإجابة. أولا، لماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
والأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يوقتوا ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل الرسول والأئمة لا يعلمون بذلك؟ نقول مستحيل، إن الرسول والإمام مستحيل ما يعلم. فلماذا لم يخبرونا بهذا التوقيت؟ والجواب إن شاء الله أريد من الإخوان. جزاكم الله خير الجزاء. أحسنت، جيد. شفتوا ارتبك الشيخ؟ ما ارتبك الشيخ، جيد. يلا سمعت الشيخ، تفضل. شنو هي انت شنو؟ ها العفو انا حضر سمعت الشيخ. يلا ورا، يلا يلا تفضل. على الشيخ شيخنا طبعا. ها؟ يعني اجليتكم يلا ما يخالف. اجل الله السامعين واجل الله. هسه احنا جاي نتمرن. بس هذه قصه هي واحنا نريد نتمرن على قولة الشيخ. جاي نتمرن، يلا خلينا نتمرن، خلينا نشوف آلية الإلقاء ومواجهة الجمهور. أنا راح أوجه لكم سؤال الآن. أغلبكم الآن يخاف من المنبر، لو شوية راح الخوف من عنده. مو شوية راح؟ أحسن شوي. النور والإيمان في قلب من صلى على محمد وآل محمد. أنا قبل لا أبدأ بكلامي بالقصة أشكر سيد عماد الله يوفقه على هذا التحوير اللي يسويه، الله يبارك فيه إن شاء الله. الله يوفقك سيدنا. في قصة عن الحجاج عليه لعائن الله تعالى. هذا الحجاج طلعت عليه ناس، ثورة القراء، طلعت عليه قائد وبلش بالسادة وبلش بالناس الملتزمين دينيا، ويريد يمحي هذه الناس اللي ملتزمة مع الحسين عليه السلام. شيخنا أنا أراد أن يلتزم. أنا من المغرب. شنو بلش؟ أنا من المغرب ما أعرف ماذا قلت. شنو بلش؟ أخذ يقتل. حسن جيد. أخذ يقتل بالسادة جيد والشيوخ الذين ملتجئين إلى أهل البيت عليه السلام وإلى الإمام الحسين عليه السلام. حسن جيد لا مو جيد؟ بس أترجاك شيخنا لأن هاي القصة كلش ممتازة. أترجاك خلنا شوي رويت يستفاد منها الأشياء. هذا شيخنا أنت ورد هسه لحد الآن وعارف سيطرة. الله يخليك رحمه الله. هو جيد جدا وخطيب إن شاء الله تطلع تبلغ. بس قصدي هاي المفردات مال بلش وعلسه وسكه، لا رجاء شويه بدون هذني قللوهن على المنبر. وانا قايل اذا كانت القصه من حياتنا اليوميه خذ بيها باب جواب، اسولفها بالتشا والتشي. بس اذا كانت من التاريخ فانت ماذا تصنع؟ لازم تتكلم باللغه العربيه الفصحى. فهذا الحجاج عليه لعائن الله بدأ بقتل العلماء. اما تقول بلش فما معروفه. شو تقولون؟ يلا كمل. جيد. ثورة القراء معروفة، فأمسكوا ب10. هؤلاء ال10 من خيرة الخلص تربية علي بن أبي طالب عليه السلام. أخذوا مكبلين. من مكبلهم؟ يقول في الرواية قريت قيس بن قتيبة. أخذوا حتى تكون مبني للمجهول. أخذوا قيس بن قتيبة، دخلهم على الحجاج عليه لعان الله تعالى. أخذ السياف يقطع أعناقهم على جراب. هذا الجراب على شكل تابوت وهم مكبلين، وأخذ يقطع الأول بعده الثاني إلى أن وصل إلى العاشر. كبر المكبر، أذن المؤذن، توقف. قال له الحجاج قف أيها السياف. شلون هسه بالأيام هذا يكبر ويقتل بالمسلمين، ياخذ هاي كلام الباري عز وجل ويقتل به المسلمين. هاي الوهابية نفس المسألة، التاريخ يعيد نفسه. قال له يا قيس خذ هذا أمانة عندك. ليش ما تقول فقال له؟ مو أحسن؟ قال له يا قيس خذ هذا الأسير أمانة عندك. أخذه. شوف هذا أترجى الحضور لأن هذا سبب. فقال خذه معك أمانة. أخذ أمانة. هنا هذا الرجل الأسير المسلم المؤمن تربية علي بن أبي طالب عليه السلام قال يا هذا لي حاجة عندك. قال قل ما هي حاجتك؟ قال حاجتي عندي أمانة في بيتي أريد أن أرجعها إلى صاحبها وتمهلني هذه الليلة. قال كيف أمهلك؟
وأنت غدا سيقطع رأسك أمام الحجاج. شيخنا هو يختار باللغة العربية سيقطع رأسك، سيقطع رأسك. سيقطع رأسك. سيقطع مبني للمجهول مضارع، رأسك نائب فاعل. سيقطع رأسك غدا. جيد. قال بيني وبينك الله تعالى. وهذا الله سبحانه وتعالى أن أرجع إليك غدا. قال كيف؟ أخذ يسأل هذا المؤمن بقيس ابن قتيبة، يسأل يلح عليه إلى أن سبحان الله قال له اذهب. حينما أدبر يعني بعد ما يشوفه بينه وبين نفسه إيش قال؟ قال أنا سويت، أنا هذا لا ما إجا باكر راح الملك يخليني مكانه ويقطع رأسي هذا اللعين، إيش سويت أنا؟ شوف عمل صعب. ظل رجع إلى داره مع زوجته، أخذ في هذه الليلة ليلة حزن عند هذا اللعين. يعني شلون سويت هيك يعني بزمن الطاغية، هسه لو رحنا زمن الطاغية واحد يجيبونه أسير أو يجيبونه يريدون يراونه هذا من يطلق صراحة يعود إلى ما يعود يخلونه مكانه، وهاي كلكم شفتوها واقع خصيصا موجودة بالعسكرية اللي راحت. لذلك شوف هذا الشخص بقى ما نام تلك الليلة أبدا، ما نام تلك الليلة إلى بعد صلاة الفجر وإلى الباب يطرق. ذهب إلى الباب وإلى الرجل نفسه تعجب، قال كيف؟ قال نعم لقد قلت وعد بيني وبينكم الله تعالى وأنا أنفذ وعدي، فكبلني واذهب بي إلى الملك. فتعجب. حينما دخل على الحجاج سبحان الله خرج صوت من قيس يعني ضحك. قال الحجاج لماذا ابتسمت؟ ليش هاي الابتسامة من عندك؟ قال يا ملك القصة كذا وكذا. فأحدق إلى عيني هذا المكبل الأسير، أحدق إلى عينه يعني نظر إليه وقال اخرج أنت وهذا الرجل، فأطلق سراحه. هنا يقول قيس بالرواية يقول خرجت أنا وهذا الرجل المكبل اللي يراد الحجاج يقطع رأسه، يقول هذا من خرجت أنا وياه ما قال لي رحم الله والديك بارك الله بيك مأجور عافني وراح. يقول أنا هذا من الفرح يجوز انهبل. فأدبر. يقول ثاني يوم انطرق الباب. يقول أن الرجل نفسه قال هم أنت اجيت شو تسوي جيت مرة ثانية؟ ليش جيتني مرة ثانية؟ قال تذكرت حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هذه تربية علي بن أبي طالب عليه السلام في الأمانة. أحسنت. هذه الأمانة. وصلى على محمد وآل محمد. أحسنت. طيب الله يحفظك. سريع. هسه وزعها عليكم، ما اوزعها بس اصبر لي شيخنا. اتركها لا توزع، اترك هسه وزعها عليكم. احسنتم شيخنا. احسنتم شيخنا، جزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ الله يوفقه. انتبهوا عليه. سماحة الشيخ اولا يعني عنده جرأة على المنبر ويستطيع ان يكمل مجلس. اعيد واكرر في كيفية القاء القصة أو المحاضرة على الجمهور. لاحظوا أخواني وأحبائي، نستخدم أولا إشارات اليد، ثانيا تغيير في تقاطع الوجه، ثالثا رفع الصوت وخفض الصوت. هاي الختمة مال فاطمة الزهراء نعطيكم إياها العام بس راح نعيد من جديد. انتبهوا علي، لاحظون راح أنا أسولف محاضرة وأسولف قصة، يعني مقطع من محاضرتكم تنتبهون عليه. انتبهوا عليه. شوف شلون اعلي ونصي، اريد كود الخطيب يصير عنده حضور عليه من على المنبر. انتبهوا اخواني احبائي. شو صلى على محمد وعلى محمد. تقول الروايات في احد الايام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ان فرغ من صلاة الصبح جماعة أدار بوجهه إلى جهة المصلين.
شوفوا من أسوليف أترك فراغ بين جملة وجملة حتى الجمهور يلحقون يفتهمون. أعيد؟ جيد. فأدار بوجهه إلى جهة المصلين وكان رسول الله فرحا فقال لهم: اليوم رأيت رؤيا بعمي حمزة. فقالوا له: يا رسول الله ما رأيت. هذول من هم اللي قالوا له؟ المصلين. جاي يقولوا له بصيغة شنو؟ بصيغة الأمر لو الترجي. يا رسول الله ماذا رأيت؟ مو يقولوا له يا رسول الله ما رأيت. شو تقولون؟ هاي صحيحة لو الأولى؟ يا رسول الله ما رأيت. قال، شوف الكلمة قال ايش خليت وراها فراغ؟ ليش؟ أريد كلمة قال، اللام مال قال تتردد بالجهاز. قال، سمعت التردد؟ هاي وين راح تصك؟ إذن من؟ إذن المستمع. ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت عمي حمزة متنعما في الجنان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فسألته قلت له: عم يا حمزة. هذا من هو جاي يتكلم؟ النبي جاي يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش قال له؟ اسمع. قلت: عم يا حمزة كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ شفت شلون جاء أسوي بصوتي رفعة وأنزله. أعيد. مو يقول له عم يا حمزة كيف وصلت، يقول له هيجي. ما يقول له هيجي. عم يا حمزة كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ أي. فماذا قال له الحمزة عليه السلام؟ قال: يا رسول الله، أولا أنا وصلت لهذه الدرجة لأنني كنت أعمل 3 مسائل في الحياة الدنيا. هسه أترك فراغ للجمهور حتى يلحقون. فقال له رسول الله: ما هذه المسائل 3؟ قال: أولا لأنني كنت أسقي العطاش ماء في سبيل الله، هاي واحدة. والثانية قال: لأنني كنت أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد. فقال له: وأما الثالثة؟ فقال له: حب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. شفتوا اخواني شلون انا اسولف ويا الوادم؟ اما الاولى فمو اجي اقول اما الاولى لاني كنت اسقي الماء، واما الثانيه لا، غلط هالشيء. اريدك على كيفك تسولف ويا الوادم حتى الجمهور يلحقون ايش بيهم؟ يلحقون يسولفون. هسه منو عنده اضافه؟ حتى الشيخ تفضل الشيخ. منو عنده اضافه على هذا الكلام مالتي؟ شو تقولون؟ الكلام مالتي صحيح صحيح؟ اكو بعد عندكم اضافه اعتراض؟ هسه راح الشيخ يكون مسك الختام. اي مسك الختام الشيخ. هسه فقط بس هال5 دقائق سيدي. يلا برا بس 5 دقائق، ما عندي شيء وزع عليكم تروحوا. يلا شيخ نسمع المحاضره. افتح بسم الله الرحمن الرحيم. باوع الوجه الشيخ. شوفوا خو ما عليك، خو ما ارتبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذكر منقب لعلي بن أبي طالب بلسانه غفر الله له ذنوبه التي اكتسبها باللسان. يقول الراوي فيما يروون المؤرخون أن معركة بدر هي أول معركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين المشركين، وهي تعتبر من المعارك والوقائع المذكورة في القرآن الكريم. في معركة بدر قبل حدوث المعركة، يعني في ليلتها، في تلك الليلة اللي غدا ستصبح الواقعة، كانت ليلة باردة مظلمة، وكان جيش المشركين مقابل لجيش رسول الله صلى الله عليه وآله. فقام رسول الله بين أصحابه فقال لهم: من يأتينا بالماء من هذه الآبار، آبار بئر بدر اللي كانت بتلك المنطقة تسمى بدر، وهي منطقة بين مكة والمدينة. فقام، لم يقم أحد، قام علي عليه السلام فقال: أنا يا رسول الله.
فأخذ أمير المؤمنين القربة واتجه نحو الآبار. وصل إلى البئر، رآها عميقة مظلمة وليس فيها رشا يعني حبل ودلو، فنزل في البئر. لابد إذا كان البئر بدرجة، يعني هذا يعني سلم مثل ما نقول، فنزل إلى البئر وملأ القربة بنفسه، ثم عرج وصعد البئر. لما صعد البئر أخذ انحدر باتجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. جاءت عاصفة شديدة، فما جعلت أمير المؤمنين يواصل سيره، أجلسته على الأرض. جلس. لما ذهبت العاصفة وفاتته قام أمير المؤمنين واصل سيره. بعد ذلك مرت به عاصفة أخرى أجلسته على الأرض. يعني هاي العاصفة الشديدة بعد حتى الإنسان لا يقدر أن يشق طريقه فيها، تزعزعه، ما يقدر يمشي فيها، لا يستطيع أن يسير فيها. قعد على الأرض. لما مضت هذه العاصفة قام وواصل سيره. مرت به عاصفة أخرى ثالثة أيضا زعزعته، أجلسته على الأرض. لما مضت هذه العاصفة الثالثة سار أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. استبشر به رسول الله، قال: يا علي لقد تأخرت. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله، مرت بي 3 عواصف زعزعتني وأجلستني على الأرض، جعلتني أجلس على الأرض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أتعلم وما تلك العواصف؟ جيد، شوف صيغة السؤال. أتعلم ما تلك العواصف؟ يا علي أتعلم ما تلك العواصف؟ قال: يا رسول الله لا. قال: يا علي أما العاصفة الأولى فكان جبريل ومعه 1000 من الملائكة سلم عليك وسلموا، يعني هو سلم عليك جبرائيل وسلم الملائكة معه عليك، سلم عليك وسلموا. وأما العاصفة الثانية فكان ميكائيل سلم عليك وسلموا. وأما العاصفة الثالثة فكان إسرافيل سلم عليك وسلموا. أفلح من صلى على محمد وعلى محمد. قال رسول: هؤلاء نزلوا سلموا عليك، لقد نزلوا هذه الليلة مددا لنا. وهذا قوله تعالى: ألم يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين. السيد الحميري من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وضع هذه الحادثة في قصيدة. شوف الشعراء أرخوا حفظوا هذه الواقعة وهذا الحادثة في قصيدة، فقال: أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على البر والتقى مجبول. كانت إذا الحرب مرتها القنا، يعني الحرب إذا شهروا بها السيوف والرماح، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يعني الشجعان بعد ما تدخل بالحرب من كثرة ضرب السيوف، يمشي إلى القرن وفي كفه
ماض أبيض ماض الحد مصقول، أبيض يعني السيف، ماض الحد مصقول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه جبريل ميكال وجبريل، جبريل في 1000، جبريل في 1000 وميكال في 1000، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل. طيب الله أنفاسك شيخنا، متمكن ولغة عربية جيدة، جزاه الله خير الجزاء. الآن نختم درسنا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.